45 سنة. لماذا نقول 45 سنة؟ 45 سنة في كرة الطائرة كلاعب، كمختلف الفئات ديال الفرق الوطنية، كذلك مدرب مختلف الفئات ديال الفرق الوطنية، وكمستشار ومدير تقني. 45 سنة. لما كنقول 45 سنة؟ لسبب واحد، لأول مرة في التاريخ كتكون ظاهرة من هذا النوع هذا للأسف. لسه مذكر يمكن 1996 كانوا الإقصائيات المؤهلة للألعاب الأولمبية، حصل واحد المشكل بسيط. أنا كنت مدرب مساعد مع السي العلام، وحضر واحد سوء تفاهم بيننا وبين اللاعبين، قال لك راه فيه واحد الإشهار، وكنا عملنا واحد الإشهار واللاعبين ضامنوا وهذه يشدوا عملوا لي لا ستوب بلاس ولعبوا المقابلة. بس المشكل اللي حصل حاليا، علما بأنه بكل تواضع وبحكم العلاقات اللي عندنا مع عندي شخصيا مع كل رؤساء الاتحادات الإفريقية والمدربين كذا، يعني الفريق الوطني الوحيد اللي توفرت فيه جميع المسائل على أساس تكون نتائج إيجابية هو الفريق الوطني، لسبب واحد. أولا جبنا مدرب إيطالي كوف. ثاني حاجة، أول مرة في التاريخ الاتحاد الدولي كيقرر بأنه كاين 3 المقاعد عوض 2 مقاعد لبطولة العالم. كان عندنا واحد الهدف، علما بأنه ديما المرتبة ديالنا الثالثة، ديما المرتبة الرابعة، فهمتيني. للأسف حصل ما حصل، لعبنا الدور الأول بدون أي مشاكل. مباشرة من بعد لعبنا سميتو مع الفريق المصري، تم الإقصاء ديالنا. هنا كانوا مشاكل، وللأسف المشكل الكبير كما تعلمون هو عدم المشاركة ديال الفريق الوطني. وكنت في مستودع البلاج تقريبا ساعة ونص على أساس نقنعوا أنا والسي شاكيب رئيس الوفد. للأسف اون فان حاولنا بجميع الطرق حتى لا سيسبونسيون ممكن تجاوزوها، وهذه الراية ديال المغرب نضامنوا مع الإخوان ديال الزلزال. هذه كل المسائل درنا على أساس يكون تحفيز. للأسف والله للأسف نتأسف على هذه التجربة اللي ما عمرها كان. ومهما كان مهما حصل مهما نقول لك بكل صدق وأمانة، كتبقايا حب الوطن والراية ديال المغرب فوق كل اعتبار. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.